شحال من واحد كتلقاه كيقول شويه لربي وشويه لعبدو، وهاد الكلمه هادي خاطئه وفيها بزاف ديال المعاني اللي هي فاسده. فكيفاش شويه لربي وانت مطالب بانك تجاهد النفس ديالك هواها، كما قال الله تعالى في سوره النازعات: واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. ومطالب بأنك تجاهد مالك ونفسك في سبيل الله، كما قال الله جل وعلا في سورة الحجرات: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فهذه الكلمة ديال شوية ربي كدل على التقليل في حقه تعالى، لأننا كنا لله سبحانه وتعالى وكنا إليه راجعون. فاحنا كنا عبيد لله سبحانه وتعالى، وأوقاتنا وأنفاسنا كلها خصها تكون في سبيل الله سبحانه وتعالى، ماشي غير شوية. ثم إن هذه العبارة هذه شبيهة بالعبارة اللي تقولوها النصارى: ما لله لله وما لقيصر لقيصر. احنا في الإسلام ما عندناش هادشي، كل شيء لله سبحانه وتعالى: ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير، كما في سورة آل عمران. كاين اللي كيقول لك انا ما كنقصدش بهذا الشيء كامل، وانما كنقصد باننا مره نكونوا في عباده وطاعه، ومره نكونوا في رفاهيه وفي اللهو والراحه. والجواب ان هذا الشيء كلشي ما كاينش مشكل فيه، بشرط انه ما يؤديش بك اللهو الى انك تضيع شي فريضه من الفرائض، او انه يجرك اللعب والرفاهيه الى انك تطيح في المحرم او توقع في المحظور، كما قال الله جل وعلا في سوره القصص: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وانتبه هنا، ما قالش ولا تنس نصيبك من الآخرة لأن هذا هو الأصل، وإنما قال ولا تنس نصيبك من الدنيا.